السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة الضاني بخطوات سهلة، وفي نفس الطاجن مش هنعمل مواعين كتير. معانا الطاجن بتاعنا هنحطه على عين البوتاجاز وتحت منه شياطة عشان يبقى فاصل بين الطاجن والنار، وهنحط فيه معلقة من الزبدة. اول ما الزبدة تسيح هننزل باللحمة الضاني بتاعتنا، نكون غسلينها كويس ونحافظ على الدهون اللي بتبقى في اللحمة ما نتخلصش منها، ونفضل ندي اللحمة تقليبة لغاية ما لونها يبقى بالشكل ده، وهنقلبها من وقت للتاني، مش مجرد ما نحطها هتغير لون، ده هتقعد معانا شوية بتتقلب. دلوقتي هنتبلها بمعلقة صغيرة ملح على كمون ونص معلقة من الفلفل الاسود، وهنقلب اللحمة عشان تشرب من التوابل. واول ما ريحة التوابل تظهر معانا نكون محضرين مية مغلية ننزل بيها على اللحمة بتاعتنا. نحط كمية المية اللي تكون كافية ان هي تغطي اللحمة بتاعتنا، ونديها تقليبة ونسيبها شوية، ومن حين للتاني نتابعها. لو ظهر ريم او رغوة على وش الشوربة بالكبشة كده نشيلها ونتخلص منها، علشان احنا عايزين شوربة صافية. ودلوقتي هننقص وناخد شوية من الشوربة في حاجة على جنب، وهنسيب اللحمة لغاية ما تشرب كل المية بتاعتها وتنشف المية منها خالص. واحنا خدنا شوية الشوربة اللي خليناهم على جنب عشان لما نطبخ البامية في اللحمة نقدر نزودها من الشوربة عشان تبقى واخدة من شوربة اللحمة. دلوقتي هننزل عليها ببصلة صغيرة مفرومة ناعم بعد ما شربت الشوربة بتاعتها، ونفضل نقلب البصلة لغاية ما تدبل. واول ما نلاقي البصلة دبلت معانا هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، عليه نص قرن فلفل رومي شطة او بارد زي ما انت تحبي، ونقلبهم كويس. اول ما ريحة الثوم تطلع معانا هننزل عليها بالبامية. دي بامية انا مفرزاها عندي في الفريزر، شايفين لونها اخضر زي ما تكون بامية لسه جايباها طازة. هبقى اعمل لكم فيديو عن طريقة تفريز البامية. نفضل نقلب لغاية ما البامية كمان تشرب من التوابل والبصل والثوم، وبعد كده ننزل عليها بطماطم مصفيينها بمصفى ضيقة جدا، ونحط كمية طماطم كويسة علشان لما تتسبك تدي طعم للبامية. دلوقتي بقى هنتبل الصلصة بتاعتنا. هنحط معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة من الملح ونص معلقة من الشطة، او حسب ما انت بتحبي الشطه، بس حطي لها ان شاء الله شطه قليله جدا، لو ربع معلقه سنه شطه اي حاجه، بس لازم تحطي لها شطه. ونديها تقليبه ونسيب الباميه مع اللحمه في الطاجن يتسبكوا، ونسيبهم لغايه ما يستووا مع بعض. ولو حسينا ان الباميه السائل اللي فيها بينقص بنزودها من الشوربه اللي احنا خليناها على جنب. وبعد ما بتستوي بناخد الطاجن بتاعنا ونحطه في الفرن بالشكل ده، وبيطلع معانا بالشكل ده. لو انتوا مش حابين تحطوها في الفرن ممكن بعد ما تستوي على عين البوتاجاز خلاص تنزلوها كده وتاكلوها عادي. كمان ممكن كل اللي انا عملته في الطاجن ده يتعمل في حلة عادية، مش لازم في الطاجن، بس انا حبيت اوريكم ان احنا ممكن نعملها من الالف للياء في الطاجن، وما نعملش بقى نسلق اللحمة في حلة ونعمل الخضار البامية باللحمة في حلة. احنا عملناها في طاجن واحد. بصوا البامية متسبكة واخدة من طعم الطماطم واللحمة، وريحتها تحفة اول ما طلعت من الفرن. كمان انا هغرفها معاكم في طبقين تقديم، انت ممكن تحطيهم في الطاجن زي ما هو، لكن انا حبيت احطها في اطباق للتقديم علشان الطاجن بيبقى سخن، فانا خفت لحد يتلسع، فممكن تستعملي الطاجن على طول. وكده خلصت وصفة النهاردة، ولو عجبتكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.